بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس. اليوم راح ندير لكم كيكة النايتي. هذه الكيكة راح تجي بيضة واحدة وراح تجي هشة وخفيفة وتذوب في الفم. شهاب، عجبتك هذا الكيكة؟ بنينة. ونقسم لكم حبة تشوفوا مصداقية الوصفة. راهي خفيفة ريشة. هنا نروحوا الآن طريقة التحضير. عندي بيضة تكون بدرجة حرارة المطبخ، عندي كيس سكر حبيبات، رشة الملح، مغرفة صغيرة عطر الليمون أو أي عطر تحبوه حطوه، إذا ما كانش ديروا فانيلا. هنا نخلط مليح حتى يتبدل لون الخليط. نزيد نص كاس تاع الزيت، هنا نضيفه بالتدريج، نحط بشوي ونخلط. هنا نزيد كاس تاع حليب، إذا كان بارد دفيوه شوية، ونزيدو نخلطو مليح. عندي هنا الكاس الاول تاع الفرينه، طبعا الفرينه هنا اللي غربلتها، ونزيد مغرفه معمره مليح نشا، مغرفه تكون كبيره، وعندي 2 اكياس من خميره الحلويات، ومغرفه كبيره خل، ونخلط. هنا ملي تختفي الفرينه نحبس، ما تخلطوش بزاف. نزيد نضيف الكاس الثاني، ونزيد نخلط. هنا نحي 2 مغارف كبار من هذا الخليط. هنا نزيد ربع كاس تاع فرينه، يعني ديت لي اكل 2 كيسان وربع. هنا راني نعطيكم مقادير مضبوطه. هنا جبت بلاطو كنت فرشت ورق الطبخ ودهنته بشويه تاع زبده وفرغت عليه الخليط، ونحاول نوزعه على كافه البلاطو. هنا نرجع للخليط اللي نحيته، نزيد له مغرفه كبيره تاع كاكاو ونخلط مليح. تلقاو القوام هنا شويه، بس زيدوا له القليل من الماء وخلطوا مليح حتى نتحصلوا على هذا القوام. هنا نجي شكل خطوط، حاولوا ديروها قد قد باه شكل الكيكه من فوق يجي باهي. ونبدا نعمل خطوط. هنا الصورة راهي واضحة. من بعد نعكس، ندور البلاطو ونعكس الخطوط. هنا نسخن الفرن تاعي مليح وندخلو يطيب على درجة 150، وبعد ما تطيب نخليها تبرد شوية. هنا نقسمها على 2. هنا البلاطوانه تاعي كان شويه صغير، جات شويه في السمك مرتفعه. اذا كنتو تحبوها شويه رقع على هكذا ديروا البلاطو 30 على 34 راح تجيكم هايله. وفي الوسط كون درت لها شوكولاته تسطلي، تقدروا ديروا مربع، ومن بعد تقسموها الى قطع متساويه كما راكم تشوفوا. جات كيكه هشه وبنينه. جربوها ورجعوا لي خبر. سلام.